بنت مرة كتبت على حسابها الشخصي على الفيس إنها زهقت من حياتها وقرفت، ويا ريت كده السنة الجديدة تيجي وتكون قابلت وجه كريم، مش عايزة الدنيا دي باللي فيها. بالفعل ما عداش 3-4 شهور والسنة الجديدة جت وحصلت لها حادثة وتوفت. زوج كان دايما بيحب يعمل مقالب في زوجته، كل ما تيجي تصحيه من النوم يعمل نفسه ميت، هي يا عيني تتخض وتبكي وتعيط من الخضة وهو يقعد يضحك. كررها معاها كتير قوي، مرة واتنين وتلاتة، لحد بالفعل جت مرة تصحيه وكان نايم، كان فعلا متوفي. أغنية كلنا عارفينها، أغنية جورج وسوف طبيب جراح. أنا شخصيا بحبها جدا. صدقوا أن كاتب الأغنية ويدعى صفوح شغالة بيقول إن هو ندم أشد الندم على كتابة مقطع ما في أغنية طبيب جراح. المقطع بيقول أنا اللي بيا جراح، أطباء الكون ما تقدر تداويني. صفوح شغالة بيقول إن أنا بعد ما كتبت المقطع ده بشهر أو 2 حصل له مرض عضال، مرض شديد جدا، ما كانش قادر على الحركة. رحل أطباء كثيرين جدا في لبنان وفي مصر وفي سوريا، وسافر حتى إنجلترا وفرنسا إنه يلاقوا علاج لهذا المرض، ما لقوش، ما كانوش حتى عارفين إيه الأسباب لهذا المرض. ده إنه فترة طويلة سنين وسنين يعني يحاول إن هو يتعالج من هذا المرض. حتى جورج وسوف ناله من الحب جانب، بعد ما غنى الأغنية دي حصل له كذا وعكة صحية شديدة جدا وكذا مرض خطير، وإلى الآن بيعاني من المرض. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام زار مرة أحد الأعرابيين أو أعرابي كان مريض مرض شديد. الرسول لما زاره قال له شفاء وطهورا، بمعنى إن شاء الله تشفى وتتطهر من هذا المرض كما يتطهر الثوب من البقع بعد الغسيل. الأعرابي مش يقول للرسول إن شاء الله شدة وهتزول يا رسول الله، لا، قال للرسول لا، بل هي حمى توديني أو ترميني أو تودعني في القبر. الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال إذن هي ذاك، وبالفعل لم يمر وقت طويل وكان الأعرابي متوفي. وسيدنا يوسف له مقولتين أو له رجائين عند الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف. الدعوة الأولى أو الرجاء الأول لما نادى ربه أنه هو ينجيه من غواية امرأة العزيز أو غواية نساء المدينة، فطلب من الله وقال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، بمعنى أن أتسجن أهون من أن أقع في هذه الغواية. وبالفعل تم سجن سيدنا يوسف. يمكن سيدنا يوسف لو كان دعا دعوة أخرى غير السجن كانت تحققت، لكن هو طلب السجن. الدعوة الثانية لسيدنا يوسف كانت أن يجعله الله على خزائن مصر، وبالفعل أصبح على خزائن مصر. عشان كده يمكن لما بندعو الله سبحانه وتعالى ادعو دايما ربنا بأقصى ما تتمنى. أنت بتدعو بتدعو الله العزيز الكريم الجبار، فلما تدعو دعاء ادعو بأقصى ما تريد. حتى الأئمة الكرام ما تقولش مثلا أنا يا رب دخلني الجنة، ليه؟ اطلب اللهم أسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم أسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اطلب أقصى ما تتمنى من الله سبحانه وتعالى. أنت بتطلب من مالك الملك، فدايما خلي دعائك بأقصى ما تتمنى. أنت بتطلب من كريم، واطلب من ربنا ينولك الأعمال اللي توصلك إلى هذه الرتبة وهذه المنزلة. المقصود إيه بكل القصص اللي أنا حكيتها لكم؟ المقصود أن القدر، سيدنا عبد الله بن مسعود له مقولة قيمة جدا، بيقول القدر موكل بالنطق، أو القدر موكل بالمنطق، بمعنى القدر بيبقى معلق في السماء، مجرد ان انت تنطق به بيحدث، هذا هو المقصود. او زي ما ربنا قال انا عند حسن ظن عبدي بي، ان خيرا فخير وان شرا فشر. فانت ظنك ايه بربنا؟ ظنك ان هيحصل شر؟ تمام، هيحصل شر، زي الاعراب اللي الرسول صلى الله عليه وسلم راح زاره
والرسول قال له طهورة وقال له لا أنا هموت. خلاص أنت شايف كده، شايف إنك هتموت ومرض يعني مش هتقوم منه، خلاص لك ما تمنيت. سيدنا يوسف طلب السجن، سجن. فهي دي، لو هذا هو المقصود، خليك منتبه جدا جدا للكلمات التي تنطقها، حتى لو يعني من باب الهزار، من باب التريقة. لا، خلي بالك جدا جدا من أي كلمة بتنطقها، لأنها يعني هذا هو قدرك. يعني خليك حريص جدا. بالمناسبة في أغنية لأحمد سعد بتقول اختياراتي مدمرة حياتي. أرجوك ما تغنيهاش يعني أو لو غنيتها بلاش تغني المقطع ده أو نعدله. يعني بلاش حاجة اسمها اختياراتي مدمرة حياتي، خليها اختياراتي مجملة حياتي، اختياراتي مظبطة حياتي، اختياراتي جميلة في حياتي. يعني خليها كده حاجة تدعو فعلا إلى التفاؤل والبهجة، لأن احنا زي ما قلنا قبل كده القدر موكل بالنطق. هديك مثال بسيط. انت عشان يعني تظبط، لو عندك راديو عايز تظبطه على موجة معينة، تلقط مثلا FM 105 أو FM 98.8، لازم تمسك المؤشر الخاص بالراديو وتظبطه على درجة الموجة اللي انت عايزها عشان تلقط الموجة 105 98 أيا كانت. احنا بالظبط مشاعرنا بتبقى عبارة عن موجات، على حسب ما بتقدر تظبط موجاتك بتلتقط المزيد من تلك الموجة. بمعنى أنا مشاعري تفاؤل، مشاعري ثقة بالله، مشاعري إن الله سبحانه وتعالى لن يأتي إلا بكل خير لي، صدقني هجذب مزيد من موجات التفاؤل والأمل. والعكس صحيح، لو أنا مظبطة مشاعري على موجات من اليأس والقنوط والتشاؤم، وإن النهاردة يعني سيء وبكرة أسوأ والأمور سيئة، صدقني هجذب مزيد من موجات اليأس والتشاؤم والقنوط. فهو بالظبط زي المثل ده. عشان كده دايما نقول تفاءلوا بالخير تجدوا. سلام.